كده بقى معايا المصرانة اهيت. طبعا انا غسلاها قبل كده ومنضفاها حلو، واخدين بالكم معايا. وانا هقطعها دلوقتي كده وهرجع برضو هشطفها بخل وليمون. كده الخلطة بتاعتي اهيت زي ما انتم شايفين. عندي كده الصلصة اهيت والشبت والكزبرة والرز. همسك بقى ايه اقلب الرز كده حلو لغاية ما يبقى كله لونه احمر كده. هقلب المحشي اهوت بقى زي ما انتم شايفين، عشان كل كده الرز كده يبقى مع في الصلصة كده والشبت. شايفين بقى لونه احمر ما شاء الله. شايفين يا سيدي على الجمال. شايفين لونه احمر ازاي؟ طبعا المحشي لازم يكون الرز بتاعه احمر قوي، يعني بيديكي طعم حلو كده في المحشي. وبحط عليه شوية زيت زي ما انتم شايفين كده، طبعا بيخليه سايح وحلو. ويخلي الرز كده لونه حلو كده، وتبقى الممبرايه معاكي كده ايه متطعمه كده وطعمها حلو. جبت بقى الحله اهيت وهولع بقى عليها كده على النار. خلاص انا هحشي بقى دلوقتي واوريكم برضو بعد المحشي، بس انا ههدي بقى على الميه كده، يعني احط الحله كده على البوتاجاز وهدي عليها بحيث على ما اخلص حشو تكون الميه غلت معايا، واحط بقى فيها ورق لورا ومستكه وحبهان
وحبّايتين كبار صيني ورشة جوز الطيب وبصلاية وقرنين قرن فلفل وفصّين توم. طبعًا عايزاها كده إيه متطعمة معايا علشان تطلع الممبارية كده طعمها حلو وريحتها حلوة كده. طبعًا أحلى من الشغل ضبط الشغل. طبعًا بقى يا حبيبة قلبي لو أنتِ وصلتِ معايا لغاية دلوقتي كده ولسه ما حطيتيش اللايك، حطي اللايك كده علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من اخواتنا وحبايبنا كده. ولو أنتِ لسه جديدة معايا في القناة يا ريت فضلًا وليس أمرًا تنزلي كده تعملي لي اشتراك وتنوريني في قناتي، هاكون سعيدة جدًا بوجودكم معايا في القناة. ربنا يخليكم ليّا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. وطبعًا مَيّة السلق ما باحطش فيها ملح خالص. زي ما أنتم شايفين هاولّع بقى عليها كده وأخش بقى نحشي إيه الممبار. كده عندي بقى أهو فرشته في الممبار. طبعًا بقى بعد ما غسلته الأول كده ونقعته بقى بشوية خل كده وشوية ليمون ووضّبته كده، هاجي بقى أشطفه تحت الحنفية أهوّة وأخلّي المَيّة تجري فيه كده من قلبه زي ما أنتم شايفين علشان ما يبقاش فيه بقى أي حاجة كده يبقى نضيف معايا. طبعًا تنضيف الممبار سهل جدًا. أول حاجة بتجيبيه تغسليه وبعد كده بنقلبه ونجرده وبعد كده إيه اللهم صل على سيدنا محمد نقلبه تاني وننضفه. وطبعًا الحاجات ديّة لازم تعمليها بعناية كويس جدًا علشان طبعًا بتبقى الرائحة وكده اللي هي فيها، فلازم تعمليها بعناية كويس جدًا وطريقات كده وخطوات كده علشان تطلع معاكِ في الآخر ريحتها حلوة كده ومجزية كده إيه بالنسبة لِك، يعني تبقي مرضية كده عن النتيجة اللي أنتِ وصلتِ لها. طبعًا ما باحبش بقى الحاجات ديّة آكلها من إيد حد ألاقي زي ما كنت أنا عاملاها، اللي هي مثلًا الممبار، الكرشة، الكوارع، الحاجات ديّة، لازم أكون أنا اللي عاملاها علشان أبقى عارفة أنا عاملة فيها إيه وغاسلاها إزاي ومنضفاها إزاي والدنيا إيه تمام معايا والّا إيه، واخدين بالكم معايا؟ طبعًا بقى الحاجات ديّة يعني عشق بالنسبة لي، يعني أنا باحب جدًا الكرشة والممبار. الكوارع كنت باحبها بس يعني بقى لي فترة كده ما عُدتش باكلها إيه زي الأول وكده، واخدين بالكم؟ فلازم بقى أعمل الحاجات دي بقى على مزاج كده، يعني كنت بقى مشطّبة مطبخي على أبيات وقايمة الصبح إيه بقى كده إيه متحمسة، علشان أعمل بقى إيه حاجتي كده بقى إيه على روقان كده ومزاج إيه رايق كده. طبعًا زي ما أنتم شايفين بقى باجي أحشيها أهيّة بتمسكي بقى بإيديك الاتنين وصوابعِك التانية بتحشي بيها كده. طبعًا دي تعليم والدتي الله يصلح حالها ويدّي لها طول العمر يا رب، هي اللي معلمانا نحشيه كده يعني بإيدينا. في ناس بتحشيه بالقمع أو إن هي تفتحه وتحط فيه، لأ إحنا بإيدينا الاتنين كده زي ما أنتم شايفين. وبتيجي تمسكيها الأول تبططيها ما تخليهاش مرنة أوي علشان حبّاية الرز ما يطلعش منِّك حصى، لازم تكوني مبططاها كده يعني إيه قيمة سمكها رفيع مش تخين. طبعًا كل ما بتعمليها مهوية بتطلع معاكِ طعمها حلو و ويعني إيه والرز بتاعها مستوي وحلوة كده. لو أنتِ بقى حشيتيها أوي هتطلع معاكِ بقى الرز من جوّه حصى وهيتفجر منِّك في المَيّة. لأ أنا هاهويها تطلع معايا الممبراية مستوية من جوّه وطعمها حلو وما تتفجرش معاكِ فين، في مَيّة السلق. يعني خدي بالِك من التريكات والحركات إيه البسيطة دي، تفرق معاكِ كتير جدًا، جدًا طبعًا. البنوتات بقى لسه داخلة المطبخ جديد، هي بقى اللي لسه بيتعلموا الحاجات ديّة، لكن طبعًا أمهاتنا بقى ربنا يديهم طولة العمر يا رب. طبعًا هم خبرة يعني بنتعلم منهم. زي ما أنتم شايفين أهوّة، هامسك بقى أحشيه كلّه كده وهاسويه وبعد كده هننزل بقى إيه في مَيّة السلق وإيه ونشوف بقى هيبقى شكله عامل إزاي أمّا ينزل في المَيّة وكده. شايفين؟ أحلى من الشغل ضبط الشغل. طبعًا بتيجي بقى تولّعي على المَيّة بتلاقي الريحة جايبة آخر الشارع بقى، حاجتِك بقى أنتِ منضفاها حلو ومديّة لها الأطعم بتاعتها ومروّقة عليها، لازم تطلع معاكِ في الآخر جميلة جدًا والّا إيه؟ يالّا بينا بقى نشوف المَيّة غليت والّا إيه. كده أهوّة المَيّة بتاعتي بقى إيه بدأت تغلي أهيّة خلاص. لا تحطيه مرّة واحدة يعني مثلًا إيه شايفين بقى زي ما أنا خلّصت أهوّة، يا سيدي يا سيدي على الجمال، زي ما بيقولوا الجمال عدّى الكلام. لا تنزّلي واحدة بواحدة كده تاخد الصدمة تقوم قافلة على الرز جوّه. طبعًا هو بينزل كده رز في المَيّة بس علشان أتفادى
ان ما ينزلش مني كمية رز كتير، باحط واحدة بواحدة كده زي ما انتم شايفين، وماسكة ماسكة الممبراية من الجهتين كده. ساعة ما بتاخد الصدمة بتقوم قافلة بقى على الرز. عايزة تنزلي الطبق كله مرة واحدة كده، طبعا اللي يريحك، بس انا بفضل ان انا اعمل واحدة بواحدة كده، بحيث ان انا امسكها كده لغاية ما تقفل على الرز، علشان اتفادى ان ينزل مني رز كتير في المية. واخدين بالكم؟ وطبعا بقى بتسيبيه كده لغاية ما يستوى، وتهدي عليه، ما تعليش النار قوي. وساعة ما يستوى بقى تطلعي كده تتك عليها، تلاقيها طرية معاكي، يعني هتلاقي مثلا الممبراية ملانة، وان هي بقى الطرية معاكي كده، تعرفي ان هي خلاص استوى. طب انا بقى لسه مثلا اول مرة بعمله ومش عارفة وكده، اكسري واحدة مش هيجرى لها حاجة، هتيجي تحمري عادي هتحمريه. اكسري واحدة من النص كده، قطعها كده بالسكينة، وشوفوا الرز اللي في قلبها استوى ولا لا. واخدين بالكم؟ هتعرفي ان كان الرز استوى ولا لسه. طبعا بتخلصي بقى وبنطلعه ننشره فين بقى، على طبق او على حاجة، علشان نمسكه بقى نحمره كده ونقدمه بقى، وبالهنا والشفا على قلوبكم. انا كده اهوت بحط واحدة بواحدة، بحيث ان انا مش عايزة رز كتير ينزل معايا في المية، يعني خلي بالك من النقطة دي. لو الحلة بتاعتك واسعة عن ديت، ممكن تقوم منزلة الطبق مرة واحدة كده وسحباه، يقوم غالي معاك على طول. بس عشان الحلة مش المية كتير يعني فيها، مش واسعة وكده، فخاف على ما يجي يغلي كله كده مع بعضه، اللهم صل على سيدنا محمد، هينزل معاه رز كتير في المية. فانا مش عايزة الخطوة ديت، عايزة اتفاداها خالص. طبعا بقى يعني انت قايمة كده ومزاجك حلو ورايقة، فاعملي الحاجة بقى على رواقة كده. واخدين بالكم؟ زي ما انتم شايفين اهوت، اللي وصل معاه لغاية دلوقتي كده ولسه ما حطش اللايك ينزل يحط اللايك. انا شايفاك يلا ما حطيتش اللايك، كل كده ينزل يحط اللايك. شايفين كده بقى اهوت، واغطي عليه بقى ساعة ما اخلص بقى تنزيل، لسه معايا حبة على الطبق اهمت. فانا مروقة عليهم واحدة واحدة كده، علشان اللهم صل على سيدنا محمد، ما فيش حاجة تنزل رز كتير. خلاص بقى الممبار بتاعي استوى وطلعته كده، زي ما انتم شايفين، وبحمره اهوت، ومجهزة بقى جنب مني طبق وعليه مناديل اهوت، علشان يصفي الزيوت اللي طالعة منه. يا سيدي يا سيدي على الجمال. وكان عندي بقى طبق كفتة كده، طلعته كده سويته جنب منه اهوت. احمر بقى الكفتة الاول، وبعد كده احمر الممبار ورا الكفتة. بس خلاص الممبار بتاعي استوى وبقى مية مية اهو. يا سيدي يا سيدي، احلى من الشغل ظبط الشغل. عملت بقى طبق الكفتة كده جنب الممبار، يعني يوم نواشف كده مع بعض كله كده. اخلص تحمير الكفتة واخش على طول على الممبار، طبعا الزيت عندي يبقى سخن، احمر دي ورا دي كده مش هيجرى له اي حاجة. دي كفتة نواشف كده، في فما بتعملش حاجة في الزيت، بيفضل الزيت عندي نضيف وابيض وزي الفل كده اهوت. خلي بالك عشان مفيش حاجة تفرقع في وشك وانت مثلا ب... بتحمر ولا كده. بالذات الحاجات ديت والكوارع، تخلي بالك وانت بتحمريها، علشان بتبقى تفرقع وكده. فنتفادى وان الخطوة دي. واخدين بالكم اهوت.
خلاص كده. وبعد ما انا حمرت كده وطلعته معايا بالشكل ده، يا سيدي يا سيدي على الجمال. هو ده الشغل المظبوط، احلى من الشغل ظبط الشغل. يا رب الفيديو النهارده يكون كده خفيف على قلوبكم واستفدتوا منه ولو معلومة بسيطة. اهوت بخلص تحمير كده وبطلع اهوت. ساعة ما بيحمر بطلع على الطبق معايا وبحطه مكانه، ما بياخدش تحمير حاجة يعني، على طول كده في السريع السريع. يا سيدي يا سيدي على الجمال. يا رب بقى النهارده الفيديو يكون خفيف كده على قلوبكم. ولو انت لسه جديدة معايا في القناة، يا ريت تفضلي نورس امرا تنزلي تعملي كده اشتراك وتنوريني في قناتي، هكون سعيدة جدا بوجودكم معايا في القناة. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. وخلاص اهوت بعد ما خلصنا كده، يا سيدي يا سيدي على الجمال. استنوني في فيديو جديد احلى واحلى. باي باي.